السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم سارة عبد العاطي، وهنعمل النهارده مع بعض ترافل المانجا. نوع من الحلويات يا جماعه، بقى مش قادره اقول لكم ألذ من اللذاذه. طعمه حلو جدا جدا. الناس اللي بتحب المانجا بجد هتدمن الحلويات دي بطريقه سهله قوي. انت فعلا لو اول مره تعملي حلويات وتدخل المطبخ تعملي حاجه حلوه هيطلع معاكي مظبوط وتحفه. شكله حلو جدا جدا، واي حد هيشوفه هيفتكر ان جايباه من بره. اول حاجه عشان نعمل اول طبقه معايا هحتاج كيك. اوقات كتير قوي بنعمل كيكه فانيليا العاديه والاولاد ما بيردوش ياكلوها، بتقعد في التلاجة وقت طويل. هنستغلها النهارده بقى وهنعمل بيها نوع الحلقه ده وهتتنسف في ثانيه. هقطع الكيكه بتاعتي مكعبات زي ما احنا شفنا، وانا هعمل النهارده ضعف الكميات، بس هقول لكم على المقادير المظبوطه اللي تعملوا بيها كميه واحده بس. حطيت في الخلاط علبه واحده من القشطه وثلاث قطع من جبنه مربعات، ممكن نعملها جبنه مثلثات عادي. وحطيت كمان واحد باكت من الكريم الكراميل، وحطيت كمان واحد باكت من كريم شانتيه. ما حطيتش سكر لان كريم كراميل وكريم شانتيه فيه سكر اصلا، فمش هستخدم اي سكريات. وحطيت هنا نص كوبايه من المانجا، ممكن تحطوا ربع كوبايه من المانجا، ده اختياري. هنضرب في الخلاط المكونات دي كلها مع بعض. انا عايزه اوصل للقوام ده. طب افرض لو انا بضرب لقيت الخلاط معايا تقيل، هزود ربع كوبايه من الحليب البارد، من ربع نص كوبايه على لحد ما اوصل للسمك اللي انتوا شايفينه معايا ده. انا محتاجش ازود حليب، ضرب معايا عادي. بس زي ما اتفقنا لازم اوصل للقوام ده. اهو شايفين معايا اللون تحفه، وانا مش قادره اقول لكم بقى الكريمه دي كان طعمها رهيب. شايفين القوام ده؟ انا هوصل للقوام ده. لو زي ما اتفقنا الخلاط معايا ما ضربش المكونات كويس وكان تقيل، هزود من ربع نص كوبايه من الحليب البارد. هجيب هنا بقى الكوبايات بتاعتي اللي انا هقدم فيها. انا عملت كده شكل النهارده، هوريكم كل الاشكال ان شاء الله. حطيت اول حاجه قطع الكيك اللي انا قطعتها، اي نوع كيك فانيليا. انا كنت عامله كيكه بالزبادي وحطيتها واستخدمتها عادي. وحطيت هنا مكعبات من المانجا، هستخدم المانجا برضو كذا شكل، استخدمتها في الكريمه وهنا استخدمتها كمان في القاعده بتاعه الكيك. حطيت هنا عصير مانجا، عصير مانجا عادي عاملاه في البيت مفيش اي مشكله، واتحكم في السكر بتاعه زي ما انا عايزه برضو. وبعدين حطيت هنا الكريمه بتاعتي، همني بالظبط 3/4 الكوبايه بتاعتي او الصينيه او اي حاجه انا بستخدمها. الكريمه سلسه وجميله ولونها حلو قوي. حطيت هنا لو حسيت ان انا محتاجه زياده هزود عادي مش مشكله. وهخبط كده الطبق بتاعي عشان الكريمه بتاعتي تكون متساويه، عشان الطبقه التانية تكون برضو متساويه. وبعد ما اخبط كده لو حسيت ان انا محتاجه ازود اي كريمه تاني هزود، معنديش اي مشكله. تمام. بعد ما خلصت انا طبعا عامله كميه كبيره زي ما اتفقنا، فكمان عملت البوله دي والصينيه كمان، عملت صينيه اوريها لكم في اخر الفيديو. حطيت برضو قطع الكيكه بتاعتي وقطع المانجا المربعات اللي انا مقطعاها المكعبات، وكمان حطيت عصير مانجا. واخيرا حطيت طبقه الكريمه اللي انا عاملاها بالمانجا برضو. هساوي كده. هدخل بقى الحاجات دي كلها التلاجة لحد ما اعمل الطبقة الأخيرة. الطبقة الأخيرة احتاجت كوباية من عصير المانجا ومعلقة كبيرة من الكاستر. طبعا زي ما اتفقنا أنا هنا مضاعفة الكميات. طيب لو ما عنديش كاستر ممكن استخدم نشا عادي خالص مفيش أي مشكلة. وطبعا زي ما اتفقنا ما حطيتش سكر لأن العصير اللي أنا عاملاه أصلا حاطه سكر، فمش محتاجة إن أنا أضيف سكر من بره. هحط المكونات دي على النار بعد ما قلبتها كويس على البارد، وهنا بقى على النار لحد ما القوام بتاعي يتقل شوية. أنا عايزاه مش عايزاه زي المهلبية، أنا عايزاه خفيف شوية أهو بالقوام ده زي ما انتم شايفين. تمام. لكل كوبايه من عصير المانجا معلقه كبيره من النشا او من الكاستر. بعد ما طلعت الكوبايات بتاعتي من التلاجة والعصير بتاعي اللي انا عاملاه ده برد شويه، هصبه بقى على الكريمه زي ما احنا شايفين بشويش جدا وبالراحه علشان ما بهدلش الطبقه اللي تحت. وزي ما احنا شايفين الكريمه، طبقه الكريمه متماسكه وبارده، وطبقه العصير اللي انا حطيته من فوق ده برضو بارد شويه عشان ما يسيحليش الطبقه اللي تحت. بيصاب معايا بكل سلاسه وبوزعه هو بكل سهوله وحلو جدا معايا. هنحط بقى اخر طبقه معايا دي طبقه الفواكه. طبعا التزيين ده على حسب ما انا عايزه براحتي خالص. حطيت هنا مكعبات من المانجا، حطيت كمان فراوله، وهضيف كمان توت. ممكن ما احطش اي حاجه غير المانجا، ممكن ما احطش فاكهه اصلا، ممكن اكتفي بالطبقه اللي فوق، طبقه المانجا اللي انا حطيتها من فوق ديت، ما عنديش اي مشكله خالص. بس طبعا التزيين ده بيدي شكل جميل للطبق. واخيرا حطيت نعناع. بعد ما حطيت التوت ده حطيت كمان نعناع لون اخضر برضو بيدي شكل جميل اوي للطبق. اهو زي ما انتم شايفين شكله حلو جدا جدا. ومش قادره اقول لكم بقى يا جماعه طعمه كان تحفه بجد، كان حلو قوي قوي. عملت كمان الصينيه دي والبوله دي، يبقى الكميه اللي انا عملتها عملت معايا كل الاشكال اللي انتم شفتوها دي.
هنحطه بقى من 2 ل4 ساعات في التلاجة وناكله بارد. بصراحة يا جماعة انا مستنيتش طبعا، انا دقته على طول، طعمه كان تحفة، والطبقات ماسكة نفسها مع انه ما مش بارد ولا اي حاجة، بدرجة حرارة الغرفة. كان طعمه بجد رهيب. الناس اللي بتحب المانجا هتعشق فعلا طبق الحلويات ده. كمية المانجا اللي انا حطاها ومستخدماها في كل طبقة بجد خطيرة. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك، والى اللقاء في فيديو قريب ان شاء الله.